السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عملت البوتي فور وطلع حلو قوي قوي وحبيت أشاركه معاكم، وسرعت الفيديو عشان مدته ما تكونش طويلة عليكم عشان ما زهقكوش. احنا اصلا بنبقى عايزين الفيديو بسيط ومن الاخر عايزينه يكون كده. السلام عليكم. عليكم السلام. زي ما انتوا شفتوا كده، ده بقى البيتي فور بعد ما طلع من الفرن. شايفين تحفة بجد، حلو قوي قوي قوي، مش هياخد منك وقت خالص واقتصادي جدا. ولا حطي فيها كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش من التلاجة عشان تدوب معاكي بسرعة. عليها نص كوباية من السكر البودر. اطحني شوية سكر وخدي منهم نص كوباية بس. يفضل ليه سكر بودر عشان السكر الحبيبات هتلاقيه ظاهر معاكي في البيتي فور، فيفضل سكر مضروب كويس قوي. والزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، تكوني مطلعها من التلاجة، ما تكونش من التلاجة عشان تبقى سهلة الضرب معاكي، تبقى سايحة خالص كده. وهاتي بقى مضرب يدوي او مضرب بالكهرباء، اي حاجة او عجان، واضربيهم كويس قوي. وحط عليهم بيضة واحدة بس على شوية فانيليا سايلة. بس نصيحة مني، بلاش فانيليا سايلة، بالفانيليا البودر احلى. مرة جربته بالفانيليا البودر فرق معايا في الطعم، حسيته البودر احلى من السايلة. في كده حلويات هتلاقيها حلوة بالبودر، وفي حلويات ما تنفعش من غير الفانيليا السايلة. كل حاجة بتبقى محتاجة النكهة بتاعتها، بس انا من رأيي الفانيليا البودر احلى كتير قوي. افضلي اضربي كتير قوي 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 لحد ما يندمجوا في بعض. هنا بلم من الطروف البولة عشان اتأكد ان كله هيتضرب معايا كويس عشان انزل بيه الدقيق. افضلي اضربي كويس قوي كده تمام، واتأكدت ان كله اندمج في بعضه. هنزل بيه كوبايتين من الدقيق. هنا بقى يا ريتني كنت نخلت الدقيق، هو الحمد لله ما قصرش معايا في حاجه، بس انا بحب انخل الدقيق في اي حلويات انا بعملها او معجنات. يستحسن ان هو يتنخل قبل ما تستعمليه، بس الحمد لله اللي طمني وقتها ان انا بستخدم دقيق كويس. تمام، لميت بقى العجينة. لما تحطي الدقيق ما تضربيش بالمضرب كتير، مجرد هتلمي الدقيق بالزبدة والبيض والسكر بس كده خلاص. شايفين بقى، تكون طرية معاكي، ما تكونش بتلزق في ايدك. بجد حلوة قوي وسهلة وبسيطة واقتصادية زي ما انتوا شايفين كده. هي كوباية زبدة عليها نص كوباية من السكر، واضربيهم كويس قوي مع بعض. بعد كده انزلي ببيضة عليها فانيليا، ويستحسن فانيليا باودر. شايفين حلوة قوي 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 قوي. هاتي بقى الصاجة او الصينية اللي هتحطي فيها البيتي فور في الفرن، وحطي نقطة زيت وادهنيها. سواء هتحطي ورق زبدة او من غير، ادهني، لازم تدهني الزيت على الصينية او الصاج. وحاجة برضو مفروض كنت اعملها، نقطة زيت على برضو ورق الزبدة عشان البيتي فور ما يلزقش في المكنة، ينزل معاكي بكل سهولة. جبت بقى المكنة بتاعت البيتي فور، وممكن تستخدمي القمع بتاع الكريم شانتيه، وتستخدمي القمع المناسب للبيتي فور، وتمشي معاكي زي الفل ان شاء الله، يعني مفيش حاجة هتوقفك. شايفين ايه الجمال، حلوة قوي 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 وسهلة خالص، وعجينة بجد حلوة وناجحة، هتعمليها ان شاء الله هتنجح معاكي. وزي ما انتوا شايفين كده ما اخدتش وقت خالص خالص، وبرضو اقتصادية. هنا انا عمالة بقول طب ليه انا موزعة البيتي فور كده بعيد عن بعضه؟ شايفين قمت مطلعهم كده فوق جنب بعض، قلت عشان الصاجة تكفي معايا في الفرن ادخل الصاج مرة واحدة. عادي حطيهم جنب بعض، اصل مفهوش خميره ولا بيكنج باودر عشان ينفش معاكي في الفرن، ما تلزقهمش، بس حطيهم جنب بعضهم. هنا خلاص كنت خلصت الصاج. شايفين حلوة قوي 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 بجد، وما اخدش مني وقت خالص. ويدخليها الفرن، يكون الفرن سخن، ويدخليها على درجة حرارة 200. وهنا بقى بعد ما طلع حطيته في الطبق عشان يتهوي شوية، عشان ما يعجنش من السخونية معاكي ويبقى طري. وحطيته بقى في الحاجة اللي انا هحفظه فيها. احب البيتي فور يكون ناشف قوي، وفي ناس بتعمله بيه صفار بيضة بس انا بحب اعمله ببيضة كاملة عشان يكون ناشف كده معايا.
مش ناشف اللي هو جامد، لا يكون مقرمش، مش الناشف لا مقرمش، ما يكونش طري. زي ما انتوا شايفين كده حلوة قوي قوي قوي. هنا بقى بقفله كويس عشان ما يطراش مني. بس كده خلاص. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا الطريقة، وان شاء الله تنجح معاكم 100%. هتنجح لان ما فيهاش اي صعوبة خالص. ولو عجبكم الفيديو دعموني بلايك وشير. باي باي.